ولكن اليوم غادي نحكي لكم تجربتي الشخصيه معاه، شنو قال البشره ديالي وفين نجح معايا وفين لا، وكيفاش تستعمليه بطريقه صحيحه بلا ما تضري البشره ديالك. يعني غادي نستعملوا هاد فازلين، غادي نستعملوها في الوجه ديالنا. بزاف ديال الناس كياخذوا الفكره غلطه على فازلين، كيقولوا بانها كتسد المسام، كتطلع الحبوب وثقيله بزاف على البشره. ولكن في الحقيقه بان الفازلين ماشي مرطب كيخترق الجلد بحال الكريمات، فهو مرطب واقي كيدير طبقه خفيفه على سطح البشره وكيمنع الماء اللي فيها باش يتبخر، يعني انه كيساعد البشره باش تحافظ على الرطوبه ديالها لمده طويله. هاد الشي علاش الناس اللي كيجربوه كيلقاو البشره ديالهم كتلمع وكتولي ناعمه ومرطبه مزيان، بحال البشره ديال الكوريات اللي كنسمعوا بغلاس سكين، يعني البشره الزجاجيه. يعني باختصار الفازلين ما كيرطبش البشره من الداخل، ولكن كيساعد انها تحافظ على الرطوبه ديالها وكتمنع الجفاف ديال البشره، وهذه نقطه مهمه بزاف. انا شخصيا بديت كنستعمل فازلين ملي كانت البشره ديالي ناشفه بزاف، خصوصا في الفصل الشتاء، لان كما كتعرفوا بان في فصل الشتاء كيكرفص الوجه وكيكرفص البشره، كيتشقق اليدين، كيشقق الرجلين، الوجه كيبقى يتشقق، كيبقى يتقشر بقوه الجفاف.